ليه الفضه بتسود او ليه الفضه بتاكسد؟ اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. سواد الفضه او اكسدته بيرجع لخمس نقط. انا هقول كل نقطه وهقول لكم ايه هي حلها. تمام. اول حاجه، معدن الفضه لونه فضي. الكلمه معدن فضه لونه فضي. فلون الفضه اي خاتم فضه او اي انسيال فضه بيبقى لونه طبيعي فضي لكن مطلي بلاتيني. مطلي بلاتيني. البلاتين ده اللي بيديه لمعه، اللي هو الاوفر، اللي هو انه بيلمع او انه ابيض بيلمع، لكن المعدن نفسه لونه فضي. تمام. طيب ماشي، ده لما البلاتين بتاعه يخف او يروح خالص بيرجع المعدن تاني لونه فضي. طيب دي اول نقطه. طب حلها ايه هي؟ حلها ان هو بيضطر يروح يشتري تاني، يشتري تاني بلاتين، او يشتري مثلا لو حد بيحب يشتري ذهب او يشتري روز جولد. فعادي خالص. هي اول حاجه ان هو المعدن الفضه لونه فضي اول حاجه، وحله ان هو يشتري بلاتين تاني او يشتري روز جولد او ذهبي اي حاجه تاني. تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه، الاملاح الزياده او العرق. العرق او الاملاح الزياده بيأثر جامد قوي قوي في الفضه عامه، ايا كان سلاسل او حلقان بالذات، عشان ده اكتر جزئين بيوصل ليهم العرق، الودن او الرقبه. من الصعب انه يبقى في خواتم مأكسده بسبب الاملاح الزياده اللي هو العرق، ونفس الكلام برضه في الانسيالات. لكن الرقبه، الجزء اللي بيوصل له عرق الرقبه، والودن لو اي بنت لابسه حلق ليها عرقت، فعشان كده العرق بيجي فيه. طب ازاي بقى بيأكسد؟ يعني مثلا اي واحد مثلا راح جيم لابس السلسله، يلعب جيم وكل حاجه وبيعرق وكل حاجه، بيسيبه فتره لغايه ما العرق ينشف، ينشف على السلسله، وكذلك الحلق. فعشان كده ده يسبب اكسده لمعدن الفضه. طيب حله ايه؟ الحل بتاعه ان انت لو عندك املاح زياده هتروح جيم، تقلع السلسله، تروح الجيم وتلعب وكل حاجه، وبعديها بعد ما تاخد لك شاور وكل حاجه تلبس السلسله تاني عادي خالص. ده للناس اللي عندهم املاح زياده. لكن في ناس تانية بتعرق والسلسله وعادي خالص، الاملاح بتاعتها خفيفه خالص وبتعرق على السلسله وكل حاجه والسلسله ما يحصلهاش اي حاجه. نفس الكلام برضو في البنات، البنات عندها برضو بتلبس حلقان، بتعرق وكل حاجه ومفيش اي تاثير. فده لناس معينه عندها املاح زياده، وده خاصه بيجي في فصل الصيف عشان الفصل اللي بيبقى فيه ناس بتعرق فيه اكتر. تمام. دي تاني حاجه وقلنا حلها. طيب تالت حاجه ايه هي؟ تالت حاجه الكلور. ايه هو كلور؟ الكلور ده معروف جدا ان هو كلور بيتحط في كلوركس في حاجات كتيره قوي. ده ليه تاثير جامد جدا جدا في الفضه، بيخلي الفضه اكسدت جامد جدا، بتسود، بيسود الفضه جدا. وانا عملت تجربه عملي قبل كده فيديو وسايب اللينك بتاعه في الديسكريبشن عشان تشوفوه. جايب كوبايه فيها ميه بكلور وحطيت فيها السلسله، خليت السلسله اسودت. فالكلور ده خلي بالكم. طيب ماشي، انتوا ما تحطوش عليه كلور، لكن في حاجات معينه فيها نسبه، في حاجات كبيره، حاجات قليله في الكلور. زي ايه؟ زي البرفيوم. البرفيوم ده في انواع بيبقى فيها نسبه 30%، 40%، 70% كلور، وفي برفيوم تاني فيه 10%، 5% كلور. فال 5% 10% مش هيأثر، لكن ال 70 و60 و50 ده اكيد هيأثر. هيأثر. طيب حل ايه؟ ما نحطش برفيوم خالص؟ لا، انت ممكن تقلع السلسله او تقلع الكوليه وتحط برفيوم براحتك، مفيش مشكله. بعد كده بيلبسه في الاخر خالص بعد ما ينشف الكلور. البس السلسله مفيش مشكله. كذلك برضو في خاتم او في حلق او في اي حاجه. فده تالت نقطه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكلور، وحلها ان انت تقلع وترش، ينشف، تلبس. تمام. دي تالت حاجه. رابع حاجه الجو والرطوبه. يعني ايه الجو والرطوبه؟ يعني انت هتلبس مثلا السلسله بتاعتك، خلاص خليك لابسها مفيش مشكله، هات عليها ميه عاديه مفيش مشكله، لابسها عادي خالص. لكن لما تيجي تقلعها ما ينفعش تسيبها في اي حته، اي مكان مثلا على الدرج، على مش عارف تحط الدرج، تحط في اي حته، ما ينفعش. ليه؟ عشان في حاجه اسمها جو ورطوبه. في عندنا في مصر، احنا هنا بلدنا، انا بتكلم عن بلدنا هنا مصر. الرطوبه فيها جامده قوي، فعشان كده معدن الفضه مع الوقت بيتحط عليه طبقه ثانيه اللي هي طبقه الاكسده بسبب الرطوبه. فاهمين قصدي؟ بيأكسد مع الفتره، يعني بيأكسد. لو انتوا يعني لو عايزين تفهموها اسرع، يعني ان هو بيأكسد او بيسود، في طبقه ثانيه بتتحط عليه، فبيضطر عايز يرجع يتلمع تاني. طب ايه الحل بقى؟ يعني احنا مثلا مش عايزين حاجات تحط عليه طبقه ثانيه او اي حاجه من الرطوبه. طب ايه هنعمل ايه يعني الحل في كده؟
ان احنا نحطه في اكياس شفافه زي الاكياس دي اكياس شفافه بتتفتح، حط فيها الشغل كله، خواتم، انسيالات، وبعديها تحط خاتم جوه كده. دي بتمنع اي هواء، مفيش ولا ذره هواء بتخش جوه. نفس الكلام برضو دي اكياس شفافه مهمه جدا تبقى عندكم، حط فيها الخواتم، تحط فيها الانسيالات، الكوبايات. دي بتفتح تحط فيها ايا كان انسيال، خاتم، كوليه، براحتكم، اي حاجه فضه. ممكن كمان تحط معاها الطباشير، حته طباشيره صغيره، عشان الطباشيره دي بتساعدها برضو انها ما تتكسرش او اي حاجه. بس هي عامه برضو حافظ عليها جدا الاكياس الشفافه دي سنين، ولا تاكسد ولا تحط عليها اي طبقه ثانيه ولا اي حاجه خالص. فده حل سليم جدا عشان تحافظوا على الحاجات الفضه. يا رب اكون افدتكم، قلت لكم الاربع حاجات اللي بتاثر على الفضه وسبب ان هي بتاكسد او بتسود ايه هي، وقلت لكم عليها حلولها كلها. ولو حد عنده اي سؤال تاني عن حوار سواد الفضه او عن اي حاجه تانية، اكتبوا في كومنت. ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.